السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد على الملعب الأولمبي بالرباط. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الملعب والمستجدات اللي ضافوا فيه والحصريات اللي كاينين فيه من تغطية ديال النصف الثاني من الملعب، واللي غادي نتكلموا بالتفاصيل عليها، واش غادي يتغطى الملعب او لا، وعلى المطاط ايضا، واش اللون ديالو غادي يكون بالاحمر او بالازرق. وايضا غادي نتكلموا على الغونفورسمون اللي كدار في سقف الملعب. اذا ما تنساوناش بالاشتراك بالقناه، وضع لايك او لا ديسلايك، و حتى الكومونتير ديالك كيفرق، لانك كتنبهني على بزاف ديال الحوايج، كتعطينا اراء ديالك على انشاء محتوى هادف ان شاء الله. نبداو بارضيه الملعب اللي كتبان متماسكه واللي كتبان منتهيه الاشغال، وما خاصها حتى شي حاجه. فقط اننا كنقوم بعمليه الري المستدام، والشمس خلاص راه كضرب فيها الشمس، لان ما غيكونش التسقيف كامل كما سبق لي شرط. وبزاف ديال الناس انتقدوني، احنا جايين للمرحله ديال التسقيف، وغنشرح لكم علاش ما كاينش تسقيف في النصف الاخر. كما كتلاحظوا في الصور، كنشوفوا ان ارضيه الملعب كملات، والمحيط اللي داير بها اولا المطاط باللون الاحمر. كاين اللي غيقول صافي الوضع منتهي، المطاط غادي يكون باللون الاحمر وانتهت قصه اللون الازرق. كنقول لكم لا والف لا، لان هذه المرحله كتسمى مرحله ما قبل المطاط. هذا ماشي مطاط اللي كتشوفوا فيه، هذا واحد الطبقه تتكون عازله ما بين المطاط والاسفلت اللي وضعنا في الاول. كنفضل انني طريت وما نقولش وما نحكمش على لون ارضيه ديال المطاط، لان ملعب محمد الخامس حتى هو خضع لنفس التجربه وكانت هاد الطبقه العازله. ولكن بزاف ديال القنوات قالوا بان الملعب غادي يكون باللون الاحمر، شويه كتصدموا بانه غير واحد الطبقه عازله عاد باش دار اللون الازرق. دونك حنا باقي ما عارفينش لحد الساعه واش غادي يكون اللون الاحمر ولا غيكون اللون الازرق. وهذا ما يوضحه حتى هذاك الماتيريال اللي داير على الملعب، على ارضيه الملعب، اللي باقي ما عارفينش شنو فيه، هو اللي غيكون فيه اللون اللي غيكون في المطاط. ندوزو الان للسقف والمستجدات اللي فيه. كنشوفوا ان التغليف بدا وكيوسع وبدا تيقرب للنصف ان شاء الله، وكاين واحد الغونفورسمون اللي كيدار لهذا السقف باش انه ما يتاثرش بعوامل ديال الرياح وكذا عوامل ديال الطقس اللي كتكون قاسيه على الملعب. اما عن المدرجات فبدينا كنلاحظوا بان كاين واحد الوجود ديال المدرجات باللون الرصاصي. ما عرفناش واش غادي تكون الديكوراسيون قريبه الابيض المتدرج وغيتزاد يضاف عليها المدرجات الرصاصيه، لا اعلم. لان الاخر الموكاب ديال الملعب فيه اللون الازرق، ما كاينش اللون الازرق الفاتح. فما عرفت الصراحه شنو غيكون في الملعب وكيفاش غيكون. واخيرا وليس اخرا، النصف ديال الملعب الاخر اللي يثير دائما الجدل في الكومنتات عندي في الفيديوهات فاش كنتكلم على الملعب الاولمبي. كاين اللي كيقول بان السقف غادي يكون في النصف الاخر، كاين اللي كيقول بان السقف ما غاديش يكون في النصف الاخر. انا شخصيا كنقول بانه ما غيكونش تسقيف ديال النصف الاخر، فقط غادي تكون واحد الديكوراسيون. كما كنلاحظوا هاد الاعمده لا توحي بان غادي يكون واحد السقف في النصف الاخر، لان هاد الديكوراسيون اللي كتشوفوا بانت لي انايا كانها غادي تكون ركيزه ديال واحد الديكوراسيون اللي كتبان منفوخه على الملعب، خارجه على الديكوراسيون الخارجيه اللي كنت وريت في الفيديو السابق. وهذا الشيء اللي غيعطينا واحد الجماليه اضافيه، ولكن ماشي تسقيف كامل للملعب. اما عن الجهه الاخرى
فكنلاحظوا بأن الجهة الأخرى فيها أعمدة طويلة اللي كتحيي على وجود سقف، لكن في الجهة الأخرى ما كاينش سقف. وكيف ما كتلاحظوا ما كايناش واحد الركيزة ديال السقف اللي غيكون في النصف الآخر. فلهذا كنكون وصلنا لنهاية أو اقتراب نهاية قصة بناء ملعب الأولمبي بالرباط. كنشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو. كنتسنى منكم غير الاشتراك، لايك، حتى ديزلايك، ولي كومونتير حتى هما كيفيدوا. تهلاو.